التمسك بالصدارة والسير بنفس الخطى الثابتة. السد بعد ما حقق 4 انتصارات متتالية يبحث طبعا عن الفوز الخامس، ولكن طبعا الصدام هيكون قوي جدا مع فريق الجيش. فريق الجيش خسر في الجولة السابقة قدام الغرافة، فبالتالي هيسعى بشكل قوي جدا ان هو يستعد نغمة الانتصارات من جديد في ظل الرغبة القوية جدا داخل إدارة نادي الجيش على المنافسة على لقب الدوري بعد الفوز بالوصافة في الموسم الماضي. لكن طبعا ايضا السد يمكن عنده طموح كبير جدا ان هو يستعيد الألقاب الغائبة عن قلعة الزعيم، ودي يمكن من عدة سنوات، رغم ان فوزه في السنه الماضيه بدوري ابطال اسيا وثالث العالم، لكن طبعا لم يشفع له كل هذا في ان هو يعني يفوز بلقب محلي واحد. فبالتالي انا شايف ان المواجهه هتكون صعبه جدا على الطرفين. السد بتركيز كبير جدا، نغمه الانتصارات متواصله في الفريق، المعنويات مرتفعه. في الجانب الاخر طبعا الجيش عنده حافز طبعا كبير جدا انه يستعيد نغمه الانتصار. نعم، هناك الان مهرجان سيتم تنظيمه من قبل لجنة رياضة المرأة برعاية الفيفا. هذا المهرجان يبدو أنه سيشكل نواة أيضا لدعم كرة القدم بالنسبة للفتاة القطرية. يمكن واضح تماما في السنوات الأخيرة لجنة رياضة المرأة برئاسة السيدة أحلام المانع بتبذل جهد كبير جدا انها بالفعل يكون في منتخب للسيدات على مستوى كبير جدا. التركيز واضح تماما على الفتيات من الأعمار الصغيرة تحت 14 سنة، ويمكن هم دول بالفعل نواة المستقبل في الفترة القادمة. تم اختيار أيضا مدرب كبير ومدرب مميز جدا، الكابتن سعيد، وأنا شايف أنه يمكن من المدربين المميزين والمدربين المؤهلين ان هم بالفعل يصنعوا كرة قدم نسائية على مستوى عالي. فالكابتن سعيد رزقي انا يمكن لاحظت في السنوات الأخيرة منذ تولي المسؤولية انه يقوم بتدريبات مكثفة جدا بالنسبة للاعبات، ايضا معسكرات خارجية، كان اخرها طبعا معسكر في تركيا. فواضح تماما ان في تركيز وفي شغل كبير جدا داخل لجنة رياضة المرأة من اجل ان تكون المرأة القطرية بالفعل موجودة على الساحة العالمية وعلى الساحة الآسيوية من خلال كرة القدم النسائية. بالتأكيد عبد الله خاطر، أشكرك شكرا جزيلا لحضورك إلى الاستوديو، كما أشكركم مشاهدي الكرام على